مرحبا. توقفت الحرب في السويداء وبدأت حرب التصريحات، الحرب الدبلوماسية، حرب الرسائل، الحرب التي تأتي منها النتائج عادة إيجابية أو سلبية. وزير الخارجية الأمريكي روبيو والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، وتصريحات مختلفة تماما عما كانت أمريكا تبديه في الأيام الماضية والأسابيع الماضية. أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر يتحدث ويهاجم أحمد شرع بعد خطابه وبكلام متعلق أو يشير أو يوحي إلى نوايا إسرائيل في التقسيم، أو نوايا إسرائيل على الأقل في الفيدراليات، طالما أنه يتحدث عن الأقليات والمخاطر التي تتعرض لها تحت حكم أحمد الشرع على حد تعبيره ووصفه. الآن الحديث عن أن مظاهر النظام غير موجودة، مظاهر النظام في سوريا غير موجودة. وأيضا حديث روبيو واضح عن أن فرص تحقيق سلطة في سوريا وسوريا موحدة، ركزوا، فرص تحقيق سوريا موحدة يعني تضعف إلى تدريجيا إلى حد قد تصل إلى الانعدام. هذا مؤشر إلى بدء النوايا الأمريكية للذهاب بعيدا عما كانت تقوله وتبديه في الأيام الماضية والأسابيع الماضية. المعروف أن الأمريكيين لا يأتون إلى أحد صفحته بيضاء، وهم قد بيضوها بأنفسهم أصلا حيال النظام القائم في سوريا. لا يأتون إلى نظام صفحته بيضاء لديهم ويعاقبونه. تراهم أدخلوه في ملف إلى ملفين، 3 ملفات، ويتم تضخيم هذه الملفات لتبدأ المحاسبة. الآن لديهم ملف الساحل والمجازر، لديهم الآن ملف ضخم هو السويداء، وما كانوا يقولونه قبل أسبوع لا يقولونه الآن يتحدثون بفم الآن عن مشكلة في سوريا وعن عدم قدرة الحكومة في سوريا على إدارة شؤون البلاد كما ينبغي. هذا كلام روبيو، وأيضا كلام براك الذي يتحدث عن انتهاكات ويتحدث عن ضرورة ماذا؟ محاسبة المرتكبين ومن كل الأطراف. وحين يقول كل الأطراف فهذا يعني بأنه يقصد من بين هذه الأطراف الطرف الحكومي. الآن الوضع مختلف تماما عما كان أيام مجازر الساحل. أيام مجازر الساحل كانت الحكومة جديدة، وكانت للتو قد أخذت مباركة أمريكية وأوروبية وإقليمية، إضافة إلى أن العلويين لم يكن لديهم طرف دولي يسعفهم يساندهم ويتحدث باسمهم في المحافل الدولية وفي الإعلام الدولي وفي الأمم المتحدة. الآن الوضع مختلف في السويداء، هناك طرف قوي جدا يعني يدعم الموقف في السويداء. لا أتحدث عن أن السويداء تستقوي بالإسرائيلي، أقول بأن الإسرائيلي يدعم السويداء وسيفعل ذلك سواء طلبت السويداء أم لم تطلب، لأن الدخول والتدخل الإسرائيلي في هذا الملف مصلحة إسرائيلية قبل أي شيء آخر. على ذلك نحن الآن في خضم متغير حقيقي يهدد كل الشكل الذي سوريا عليه الآن، وهذا الشكل بالأصل وبالأساس مهترئ ويقف على أرضية يعني رطبة وليست صلبة أو قاسية أو يمكن أن يعتد بها. بذلك أعتقد بأننا ذاهبون إلى المتغيرات، لا أقول إلى التغيير. ركزوا في المصطلحات ولا تجعلوا كلمة من جنس كلمة أخرى على أنها هي المقصودة. التغيير شيء والمتغير شيء آخر. وأعتقد بأن هذا الشهر سيشهد تحولات سياسية تقودها الدبلوماسية بطبيعة الحال، وستكون مفاجئة إلى حدود بعيدة، إلى حدود قد لا تعيدنا إلى ما كنا عليه في الماضي. التصريح الإسرائيلي من وزير الخارجية رهيب ويتوقف عنده. تصريحات توماس باراك
قوي جدا ومخيف جدا. وأيضا تصريحات روبيو وزير الخارجية الأمريكي يجب أن تقرأ كما قصدها، لا كما جاءت بالصيغة الحرفية التي قدمت فيها بالإعلام. الحرب انتهت، توقفت، لا يعتقد بأن الطرفين سيعودان إليها، لا مصلحة لأي طرف، لا للعشائر ولا للحكومة التي تدعم العشائر وقد دعمتها بخطاب أحمد الشرع بشكل واضح وصريح، ولا طرف السويداء من مصلحته العودة إلى هذه الحرب. الآن الكل سيجلس ويشاهد الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي ليقرأ ردود الفعل الدولية والإقليمية قبل المحلية. ردود الفعل المحلية الآن لم تعد تفيد بشيء، حتى لو وقع أو حصل الوفاق الآن الوطني بين كل المكونات، فالملفات التي تساعد الغرب على تنفيذ أجنداته تمت، بدءا من الساحل سابقا وانتهاء الآن بالسويداء. فلدينا أيام ساخنة في هذا الصيف الساخن، أعتقد بأننا قد دعمناه بأنفسنا، دعمنا هذه الأيام الساخنة والأسخن منها التي ستأتي لاحقا بأيدينا. وأرجو الله ألا نكون في نهاية الأمر وفي الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل من النادمين. السلام لسوريا والسلام على الشرفاء.